ما بتعرفش تنام كويس بسبب الجوع، او بتصحى في نص الليل جعان، او حاجه مسهراك واقف قدام التلاجة محتاج تاكل ايه مع انك لسه متعشي. انا دكتور عبد المجيد احمد، اخصائي التغذيه العلاجيه والعلاج الطبيعي، والفيديو ده ليه. النهارده هنتكلم عن الاكلات الصحيه اللي ممكن تساعدك على النوم شبعان، وايه الاسباب والاعراض اللي بتخليك تجوع بالليل، واللي هتتفاجئ ان في عادات كتير انت بتعملها وبتكون سبب الموضوع ده. مبدئيا كده، اللي عندك ده مش مجرد جوع في نص الليل وخلاص، ده اسمه متلازمه الاكل بالليل او نايت ايتنج سندروم. تخيل الموضوع وصل لدرجه انه بقى متلازمه. يا ترى ليه انا بحس ان انا عايز اكل في نص الليل؟ الموضوع بيجي بحاجات بسيطه زي لخبطه مواعيد الاكل، او لخبطه يومك ما بين الصبح وبالليل، او انك بتعاني من السمنه المفرطه، او انك بتعاني من مرض فرط الاكل او البوليميا نرفوزا، او مكتئب وبتفش غلك في الاكل، فبتلاقي جسمك تلقائي بيصحيك من وسط احلاها نومه علشان انت محتاج تقوم تاكل، او انك مش جايلك نوم اصلا لانك جعان جدا جدا رغم انك لسه واكل. ومش بس كده، انت كمان بتروح على الاكل اللي مليان نشويات وسكريات وفاست فود فيعمل شوجر رش للصبح. مش بس كده، انت برضو بتلخبط في وجبات طول اليوم وفي مواعيدها، فمثلا من كتر ضغط الشغل مش بتفتكر انت امتى بتاكل وامتى ما بتاكلش.